بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير انتوا كل حبايبكم. هعمل معاكم النهارده طريقه عمل صدور الفراخ بانيه. طريقه سهله وبسيطه وسريعه وطعمها في منتهى الجمال. دي بعد ما استوى صدور الفراخ البانيه، بعد ما استوت اهيت لونها ذهبي وجميله خالص، وعامله معاها طبق خضار ومخلل وطبق مكرونه. وفي ناس بتاكله بعيش زي ما انتوا حابين تاكلوه، كلوه مكرونه بعيش اللي انتوا حابين تاكلوه بيه، كلوا بيه. وطريقه سهله وبسيطه خالص. اهو ادي الاكل بعد ما جهز يعني وتقدم كده. اللفت اللي قلت لكم عليه كنت عامله معاكم احمرات من غير بنجر ولا اي حاجه، هو بحمر نفسه بنفسه. هنبدا يلا بطريقه اهوت. معايا اهوت صدر فرختين، انا اللي مقطعاه وانا اللي عاملاها اهي. طبعا في حتت معرفش نقطعها كويس عشان التقطيع ده عايز حد خبرة وجزار يعني، وحد عنده خبرة. حتة طلعت معايا كويسة يعني في التقطيع، وحتت لأ طبعا. هشوف مكونات الخلطة بتاعته والتتبيلة بتاعته: بصلتين، طماطمتين، راس توم اهوت كله فريش طازة، مش هناخد حاجة بودر خالص. هنبشرهم على المبشرة، بشرهم اهمت التوم اهوت والطماطم والبصل، ونقلبهم في بعض كده عشان ياخدوا طعم وريحة بعض اهو. وطريقة سهلة وبسيطة وسريعة خلاص، يعني وجبة سريعة خلاص تعملها ما تكملش معاكي ساعة عمايل يعني. ومعايا بيضتين اهوت. هنشوف الخلطة، انا التصوير ما جابش البيض وبنضرب اهو. معايا بيضتين، والخلطة اللي هو التتبيلة بتاعته: معلقة بابريكا، معلقة فلفل اسمر صغيرة، معلقة شاي صغيرة، معلقة ملح، معلقة بهارات لحمة. ما تزوديش في الفلفل الاسمر عشان ما يسمرلكيش الخلطة. ومعلقة كاري على فكرة، مع الصفار ده نحط معلقة كاري. يبقى تتبيلة الخلطة: معلقة كاري، معلقة فلفل أسمر صغيرة، معلقة بابريكا، معلقة بهارات لحمة، وعندي عصرتين ليمون. عندي ليمونتين معصورين ولا ايه، ونص كوباية لبن. ده عشان صدرين صدر فرختين، ده مقادير صدر فرختين. وهنكتب لكم المقاديرات في صندوق الوصف يا حبايبي عشان الكاميرا ما جابتهاش. دي في حتت زي ما قلت لكم، حتت طلعت مظبوطه معايا وحتت لا، عشان انا اللي مقطعاها وانا اللي عاملاها. ودي الخلطه بتاع اللي انا عملتها: البصل على التوم على على الطماطميتين اهمت. وهتقلبهم بقى ببعض كده اهو. يبقى قلنا الخلطه المقادير بتاعتها او التتبيله بتاعتها: نص كوبايه لبن، عصير ليمونتين، معلقه بابريكا، معلقه فلفل اسمر صغيره، معلقه شاي، معلقه كاري، معلقه بهارات لحمه، ومعلقه ملح طبعا اهو. تبليها كده وتحطها في التلاجة بقى ايه ساعتين تلاتة. عايزة تبيتي طيبي جزء، تسوي جزء النهاردة وتسوي الباقي بكرة، اللي يريحك. تحطها في التلاجة. عندي بقى اللي هو الكفر بتاعها بتاع البانيه: 2 بقسماط اهوت، كوباية الا ربع دقيق بنفس الكوباية اهو. 2 كوبايات بقسماط، كوباية الا ربع دقيق، بن بنضربهم نخلطهم في بعض كده. وهنحط نفس الخلطة اللي حطيناها في التتبيلة هنا. هنحط برضو معلقة بابريكا، لا ما حطيتش بابريكا هنا، حطيتها اهو. معلقة فلفل اسمر، معلقة ملح، معلقة بهارات لحمة، معلقة ايه بابريكا اه. لازم تبهري البقسماط. الخلطة اللي حطيتها في 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 التتبيلة تحطها على البهارات برضو. البهارات اللي حطيتها في التتبيلة ديت تحطها على ايه، على البقسماط. انا حطيته في التلاجة اهوت، قعد زي 3 4 ساعات في التلاجة. وهناخده بقى ايه نلف نحطه في الكفر بتاعه، وتتك تضغط عليه كده وانت ايه بتغلفيه بالكفر اهو. تضغط عليه عشان البقسماط بالبهارات بتاعتها تمسك فيها.
اضغطي يا حبايبي كده كذا كذا مرة عليها، وتقلبيها كذا مرة كده لحد ما تشرق، ما تتغلب بالبقسماط والبهارات بتاعته اهي. زي ما انتوا شايفين كده، ما تحطيش بقسماط كتير عشان ما يبصش منك، حطي شوية بشوية عشان ما يبصش. ولو فضل منك حاجة برضو حطها في التلاجة، استخدمها مرة تانية. قدامكم اهو، تغلفيها وتضغطي عليها جامد عشان التتبيل البقسماط يمسك فيها، والتتبيل هي والبهارات بتاعتها. تفضلي تضغطي عليها كده لحد ما تتدارى خالص بالبقسماط. اه. واعملوا اشتراك للفيديو يا حبايبي، اعملوا اشتراك للقناة واسمعوا الفيديو للآخر، واعملوا لايك للفيديو يا حبايبي لو سمحتوا من فضلكم، اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة واسمعوا الفيديو للآخر لو سمحتوا يا حبايبي من فضلكم. أرجوكم من فضلكم اسمعوا الفيديو للآخر واعملوا اشتراك للقناة، اسمعوا الفيديو للآخر واعملوا لايك، وجربوا الطريقة دي هتعجبكم والله إن شاء الله. أنا كده كده بقى خلصته خالص، اهو هنروح ايه نسويه. الزيت لازم يكون حامي شوية، مش حامي للدرجة، يعني نص نص، يعني ما لا يبقى ساخن جامد ولا بارد جامد، خليه نص كده. السخونية بتاعته يعني تستحملها بظهر ايديك كده، تستحملي السخونية بتاعته ده، تحطي ظهر ايديك على الحلة كده او على المكان اللي هتحمري فيه، تشوفي هتستحمليه ولا لا. استحملتيه وحطي على طول. وبعد بعد ما تحطي الاول وطي النار على نار متوسطة، خلي نار متوسطة، تقدحي الزيت الاول على قد ما تستحمليه بظهر ايديك كده، تحطي ايديك ظهر ايديك على وش الحلة كده اللي فيها الزيت اللي هتحمري بيه اهوت. لو استحملتها حطي بقى على طول، وبعد شوية تيجي موطية عليه عشان ما يتحرقش منك ويستوي، وال... والبانيه يستوي. لكن لو خليتيه على عالي على طول ممكن ما يستويش منك ويتحرق. وكده الاكل جوز واستوى اهوت. المكرونه عملت مكرونه حمرا عاملاها معاكم كتير يعني، ما طلعتش طريقتها عشان عاملاها معاكم كتير. ادي البانيه اهوت، لونه وطعمه وريحه وكلها، ومقرمش خالص من بره وطري من جوه خالص. وهنشتغل لكم المقادير يا حبايبي في صندوق الوصف، اللي عايز المقادير يشوفها في صندوق الوصف اهو يا حبايبي. اعملوا اشتراك للقناة لو سمحتوا من فضلكم يا حبايبي، واسمعوا الفيديو للآخر، واعملوا لايك للفيديو لو سمحتوا من فضلكم. وانا كده عملت معاكم طريقة صدور الفراخ بانيه بطريقة سهلة وبسيطة، وطعمها خرافة وتحفة، والتتبيلة بتاعتها في منتهى الجمال، وبسيطة وسهلة ومتوفرة في كل البيوت، في كل بيت متوفرة اهو. البانيه اهو اهو، وطيب من جوه وجميل خالص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.